كيفاش تخرجي الزبده بلديه من الحليب اليومي اللي تتوجدي به القهيوه ديالك. غادي نحصلوا على كميه معتبره من الزبده بلديه، زبده بلديه منزليه رائعه. غنخرجوها في 5 ولا 6 ديال الدقائق ان شاء الله، غير بالخلاط غنحصلوا على هذه الكميه المعتبره. الزبده بلديه الثمن ديالها دابا غالي، ودائما الناس تيتشكاو بلي راه الزبده كتكون مغشوشه ومخلطه. فوجديها في دارك بطريقتي ان شاء الله. من نهار غتشوفي هذه الوصفه انا متاكده غترجع معتمده عندك كيف ما رجعت عندي معتمده من سنين منين اكتشفت هذه الوصفه هذه. فبسم الله وبالصلاه والسلام على رسول الله، نتوكلوا على الله. فهنا البنات ركزوا معايا، لان سبق لي نزلت هذا الفيديو هذه واحد 2 ولا 3 وتيجيوني عليه بزاف ديال التساؤلات. هنا عندي الحليب انا كناخذ ديال العبار. المهم هاد الزبده او هاد الطريقه هذه خص ضروري يكون عندكم الحليب ديال العبار، ما غنخرجوهاش من الحليب ديال الكرتونه، لان الحليب ديال الكرتونه تيكون مبستر ومصفي ما فيهش نهائيا الزبده. هنا بالنسبه لهذا الحليب اللي شفتوا معايا في البلاستيكه تنديروا في هاد العلبه هذه وتنخليه يبات. الحليب تشدوه مثلا الا كتشدوه في العشيه كتخليوه يبات حتى للصباح عاد غادي تفطروا به. فمن قبل ما غادي طيبي الحليب ديالك باش توجدي القهوه ولا شنو غادي ديري، كتحيدي تلقاي ديك العلبه داك الحليب راه تجمع لك فيها الكريمه من الفوق. تدير واحد الوجه ديال الكريمه كيتستا، داك الكريمه كتستا فوق الحليب. نتمنى الفكره تكون واضحه. كتجيو في الصباح كتاخدي معلقه كيف ما درت انا وكتهزي غير داك الوجه ديال اللي كيكون فوق الحليب، ديك الكريمه اللي كتبان لك كتهزيها والحليب خلاص راه تيبقى. يوميا تديري هذه العمليه هذه، يوميا كتهزي وكديري في هذه العلبه. المهم كتحصلي على 2 معالق كبار 3 د المعالقات على حسب. المهم بهذا الشكل هذا. وهذه العلبه هذه كنديرها في المجمد ويوميا تنزيد عليها. ما يمكنش غنجمع هذه الكريمه هذه ونخليها في الثلاجه، ضروري ما خاصني نديرها في المجمد. هنا بالنسبه للحليب اللي حيدت منه داك الكريمه غادي نديرو في الكاسرونه باش غادي نديرو يغلي يفيض ونوجد به قهوه او لا كل اخت شنو غادي تبغي دير به الفطور ديالها. والحليب اللي عندي في البلاستيكه نفس العمليه، غادي نديرو في هذه العلبه ونغطيه ونخليه في الثلاجه عاوتاني يبات. ولا غدا نحيد له داك الكريمه اللي تتكون وتنديرها في هذه العلبه حتى تتعمر ليا العلبه كامله. تقدر تاخذ ليا 15 يوم 20 يوم حتى تنجمع تنعمر ديك العلبه صافي. عاد ندوزو باش نوجدوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي تنأكد عليه هاد العلبه ضروري تكون في المجمد. فنتمنى الفكره تكون واضحه. هنا من بعد ما دازت ليا تقريبا هنا نقولوا 15 20 يوم على حسب. شوفوا هنا كي كتكون عندي واحد الكريمه. هنا راه جبدتها من المجمد وخليتها طلقات بطبيعه الحال. كتجبدوها واحد 2 سوايع 3 كتطلق، لان ما يمكنش نديروا هذه العمليه 15 يوم وهذا الحليب وهذه الكريمه تبقى في الثلاجه راه غادي تحرار. فنكونوا فاهمين ان شاء الله. نتمنى كل شيء يكون واضح، راه تنحاول نشرح ما امكن. درتها في الخلاط ديال الكهربائي وتندور المولينكس ديالي بهذا الشكل هذا. تندورها دقيقه كامله 30 ثانيه يعني دقيقه، وغادي نحبس دقيقه نخليه هذا الخليط هذا نخليه يرتاح دقيقه ونعاود نديماري المولينكس ديالي. المهم هذه العمليه ضروري نحركوا دقيقه او نخدموا الخلاط دقيقه ونحبسوا دقيقه. راه كلشي واضح، طريقه راه سهله ان شاء الله. تنعاود هنا راه المره الثانيه اللي راني تندور الخلاط. هنا كندير غير في الدرجه الاولى. بالنسبه منين تدوروها غير في الدرجه الاولى نخليه دقيقه تيدور الخلاط ديالي على هاد الكريمه هذه مزيان. المهم مده ديال دقيقه. هنا راه الدقيقه الثانيه، هنا دازت 2 ديال الدقائق حبست الخلاط ونخليه يرتاح. هنا المره الثالثه، هذه الدقيقه الثالثه. نتمنى يكون كل شيء واضح. تنخدم دقيقه وتنسكت وتنخليه يرتاح دقيقه ونعاود نخدمه. المهم هذه المره الثالثه. هنا راه حليت لكم غير باش تشوفوا. في المره الثالثه كتبدا كتجمع لكم الزبده غير شويه، كنحصلوا على واحد تتبقى تبان لكم هنايا الزبده شفتوا بحال الرغوه. باقي الحبيبات ديال الزبده رقاقين بزاف كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. تكمل دقيقه تنسد غادي نحبس ونخليها ترتاح دقيقه اخرى ونعاودوا نرجعوا نديماريو. هنا غير تنوريكم باللي الخليط راه ثقال. هنا غادي نبدا نزيد الماء. هنا عندي كاس ديال الماء من الروبيني عادي من الروبيني، وتنفرغ شويه ديال الماء في الوسط باش ديك الزبده كتبقى كتفرق ليا او كتعزل على داك الحليب. الفكره راه واضحه وكل شيء راه سهل، لان سبق لي نزلت هذا الفيديو بزاف ديال البنات في التعاليق تيسولوني على بزاف ديال الحوايج مع انني شرحتهم. فنتمنى في هذا الفيديو نشرح لكم كل شيء.
فهنا كيف ما كتشوفوا هنا راه بدات كتجمع ديك الكريمه مزيان، وغادي نخليها ترتاح دقيقه ونعاود نديماريها مره اخرى. هنا شوفوا كيفاش كترجع، هذه راه الزبده ولكن مازال ما تجمعات لياش. هنا غادي نعاود نديماري مره اخرى. هنا غادي كما كتشوفوا الزبده راه بدات كتجمع، راه كتبان لكم. غادي نزيدها قطيرات ديال الماء، المهم تقدروا تزيدوا كاس، تزيدوا كاس ونص ديال الماء على حسب الكميه اللي نتوما عندكم ديال هاد الكريمه هذه. صافي. هنا كنزيد قطرات ديال الماء في الوسط لان كتبقى تقال وما كيبغيش الخلاط يدور. هنا غادي ندير الغطايه ديال هذا باش ما يبقاش يطير ليا لان كتبقى طير الزبده. كندير يدي في الوسط وكنخليها هنا غير كنعري باش تشوفوا معايا مزيان ان شاء الله. هذا الفيديو راه رائع لكم البنات. غتشربوا الحليب وكتحيدوا داك الوجه لان ملي كنفيضوا الحليب غير تيضيع، غير تنصفيوه الصفايه اللهم نستغلوه ونوجدوا به الزبده. هنا راه بقات كتجمع الزبده كما كتشوفوا معايا. المهم تندوروا الخلاط واحد 5 ديال الدقائق، شي مره تندوروا 6 ديال الدقائق على حسب، شي مره 5 غير 5 ديال المرات ومره 6 ديال المرات. وصافي والزبده كتجمع ليا نحصلوا على زبده رائعه البنات. هنا هانتوما كتشوفوا راه هاد جمعات، انا غنوريها لكم، غنحاول نقرب لكم بالمعلقه. هنا راه هاد جمعات الزبده ولكن مازال خاصني نزيدها الدور واحد الدوره ونزيدها شويه ديال الماء باش تجمع ليا مزيان. دوك الحبيبات ديال الزبده كاملين يتجمعوا. فخليكم معايا ان شاء الله، راه كلشي واضح وكلشي سهل. كنتقاسم معكم هاد الحويجات اللي ناجحين 100%. هنا الزبده راه هاد الجمعات صافي زدتها واحد نص كاس ديال الماء. المهم تنزيدوا الماء غير باش تجمع لينا الزبده، باش كتفرق على داك الحليب او داك السائل اللي راه هي فيه. هانتوما هنا الزبده راه كتبان لكم، كنحاول ما امكن نوضح لكم بهذا الشكل هذا. صافي غادي نزيد هاد الدور غير شويه، نزيدها شويه ديال الماء غير باش تجمع ليا الزبده. هنا راها رائعه وممتازه وغزاله بزاف بزاف، شي حاجه اللي طبيعيه وجدناها في البيت، اكيد ما غتكون لا مغشوشه لا والو. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا زدت قطرات من الماء، تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء بارد. صافي باش تجمع ليا وندوزو ان شاء الله باش تشوفوا معايا الكميه اللي حصلنا عليها ديال الزبده المنزليه او زبيده بلديه غزاله، تاكلوها مع خبيز سخون او مع بغرير مع مسمن مع مخمار تتجي رائعه. هذه هي الزبيده ديالي اللي حصلت عليها. غادي نجيب واحد الصفايه اللي تكون رقيقه وغادي نفرغ فيها هاد الزبده ديالي بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي ندوزو باش نغسلوها من داك الحليب اللي تيكون فيها او داك السائل اللي تيكون فيها. عاد غتشوفوا معايا ان شاء الله الزبيده ديالي على حقها وطريقها. راه كميه معتبره، اليوم راني ما عبرتهاش ولكن غالبا كتخرج ليا بين 250 280 غرام حتى ل 300 غرام ديال الزبده على حساب ديك العلبه واش كتكون عندي عامره ولا لا. صافي هنايا من بعد ما قطرات من داك السائل صافي غادي نغسلها كيف ما تشوفوا معايا. غندير لها غير الماء العادي من الروبيني وغادي نغسلها ونخليها تزيد تقطر ونقدمها لكم ان شاء الله. ضروري ما نغسلوها من داك الحليب اللي تيكون فيها. تقدروا تغسلوها 2 مرات 3، انا كنغسلها غير مره. وانتم على حسب شنو بغيتوا، تقدروا توجدوا بها حتى السمن الحار او السمن البلدي. شي مرات كندير هذه الكميه هذه وتنملحها وتنحصل على سمن بلدي، سمن حار منزلي ما تيخطانيش نهائيا. فاحنا غنشربوا الحليبه وغادي نستافدوا ونحيدوا منها هاد الزبده. بالنسبه للحليب راه تيبقى بالفوائد ديالو، لان هاد الوجه اللي تنحيد انا باش جمعته باش حصلت على الزبده راه غير منين تنفيضوا الحليب هي ديك الفراره اللي كتكون من الفوق. فانا شخصيا تنصفيها ملي كنفيض الحليب، فعلاش غادي نحيدها نضيعها؟ اللهم نستغلها نحيد نوجد منها الزبده بلديه ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى نتوما ترجع معتمده عندكم. صافي هنايا الزبده ديالي من بعد ما قطرات تحتفظوا بها فاش ما بغيتوا في اي علبه ولا. المهم راها غزاله بزاف بزاف البنات، وشي حاجه وجدتوها في الدار اكيد غتستمتعوا بها. فتوجدوها بالصحه والراحه ان شاء الله. وهذا الفيديو الى عجبكم ما يبقاش عندكم ما تبخلوش عليا بلايك بارطاج وتعليق، الله يكبر بكم. فيديو راه مهم بزاف ليكم وجربوه وخليوا لي في التعاليق الا نجحت معكم الوصفه ان شاء الله. راه سهله وبسيطه، ما تحتاجوش نهائيا، غير طبقوا هذا الشيء اللي درت انا. بالنسبه للحليب انا تنشد غير نص سيترو، داك نص سيترو كنهز منه ديك الكميه. اما الا كان عندكم كميه د الحليب كتر مثلا يطرو او لا كتر راه غتهزوا كميه كثيره ديال الكريمه وغتحصلوا على كميه معتبره ديال الزبده. فتوجدوها ان شاء الله بالصحه والراحه ومع السلامه.